الجويه في 40 درهم كنت في المارشي الله يعاود الوالدين هذا اللي غادي ندير اما انت ما عمرك ما يسهل عليك ويزيد خير على خير غيدوي على الصوم ديالنا واش نقنعوا قدام الناس بالحقيقه راه الحقيقه في داخل قول لهم هذوك الله الله يدير اسكت حاج عليك 5000 ريال شي لا اشوف صور حديك الوالدين وحنا راه عايشين مع 30 عام ما نشريش ب 6000 انا ما نشريش بلادي ب 6000 دابا يبيعوا لك باش ما نلقاوك مشلش انا ما نبيعوش ب 6000 هرب غير الاخوان معكم الدوسر موديل البحاره في المغرب اييه صاحبي سكتوا بالنسبه للاخ ديالنا اشرف حرك الديار خصنا الاوضاع ديال البوغريه ياك هادشي وصل لابعاد ولكن ها اللي بغينا ياك هذيك الشافوله باش تعرفوا هاد الاخوان بالنسبه للسردين راه داكشي اللي كتقولوا راه غير معقول. انا غنشرح لك خليني وانا غنعاود لك انا عبد الاله نجي 6000 قول لي ما عنديش نزيد في حالتك وانت تيرا ونزيد في حالتك وهذا غادي يولي ب 40 ريال وغنبيعوه ب 100 ريال. تحنيش انا تناجاو الناس بداو الحج جديد ففتحتي راسك وفتحتي غير اخلاق والضمير جاك انك ما قانعش وقلتي لهم ها هو السرجي ب 5 دراهم. اين ضميرك انت باش تيجي الانسان ما عنديش تدفع له 30 درهم 25 درهم فلكم الله ولا شوف لنا الله وعليكم الله ولنا المعقول ولنا الاجر افضل منكم بدون مال. الناس عاقوا الناس تاع اكادير عقدوا ولا ما عقدوش باقي تشريوه ب 600 وعبد الاله بيولي 100 ريال في اكادير. حاج جديد في اكادير كان بعض الاسئله اي مدينه غادي يكون فيها فرع ثاني. انا حبيت انني نجي عند الامازيغ لان الامازيغ كما تنسمعوا انهم رجال الناس تيحبوا المعقول وبما انني نحب المعقول جيت فتحت عندهم والحمد لله ما خانش الظن ديالي كنا يدفد وحلينا وكان داك الشيء زوين. البارح تقداو وبالنسبه اليوم ما حليتش لبعض الاصلاحات المحل لانني خاصنا نخدموا في بلاصه زوينه بلاصه اللي غادي يقتنع بها عبد الاله ويقتنعوا بها الناس. الحمد لله المحل هو واجد لافتتاح يوم السبت في مدينه اكادير اللي غادي يدوم من السبت غادي تكون الانطلاقه مع الناس وغادي يكون داك الشيء زوين وغادي يمشي بعيد ان شاء الله هذا المحل. وانا عندي واحد الظن انه غيمشي بحال مراكش غتولي هنايا بزاف ديال الناس بحال مراكش وغادي يتقداو الحدود بالثمن باش بغاو. الاثمنه بتكون مناسبه ويقدر الحوته ما يكونش بعض المرات الحوته ما تكونش في اكادير تكون عندي في مراكش لان عبد الاله عنده دي كونتاكت عبر المغرب كامل. الا ما كانش في اكادير كاينه الدار البيضاء ما كايناش الدار البيضاء كاينه مدينه الصويره ما كايناش مدينه الصويره كاين الصحراء ما كاين الصحراء كاين العيون ما كاينش العيون كاين طنطا. الحمد لله عندنا جميع لي كونتاكت ديال الناس اللي تيتعاونوا معنا وتيدعمونا والحمد لله بلادنا بلاد الخير ودائما ما نرى ان الحوت غادي يكون بثمن مناسب. خير دليل انتم تشوفوا البارح هنا في اكادير 5 دراهم الوحيد في اكادير اللي دار 5 دراهم رغم انني ماشي ولد اكادير. هذا الشيء تنقول ان الناس مالين الحوت هذا الشيء راه حشومه باش يجي واحد من مراكش ويدير الثمن تاع 5 دراهم فراه عيب عيب عار. لا ما كاين لا ربح لا والو في التيك توك. بالنسبه للعمل انا قانع هذوك الناس ما يمكنش يقنعوا ب 100 درهم يخدم النهار كامل ويقنع ب 100 درهم. انا قبضت 100 درهم خشيتها في جيبي هذا كان الحمد لله والشكر لله. هذوك الناس كما تنقولوا احنا ولفوا السهرات ولفوا خسر الفلوس ولفوا المال كثير ولفوا كاين اللي تيقمر ما جيش تقدو 100 درهم كاين اللي تيستعمل مخدرات ما جيش تقدو. انا مثلا انا تناكل خبزه
تناكل كرواسة، تناكل حاجه قليله تنشبع بها بخير وعلى خير. انا جيت باش الفقير ياكل الحوت، لان الفقير يستاهل، هو اولى بالحوت، وهما راهم اولاد البحر، ادرى بالبحر مني انا. الا درت لها 5 دراهم وما اجي تبقى منافسه شريفه. دخلت انا على طريق منافسه شريفه وحريه الاسعار. انا الحوت البارح شجيتو لانشوبه البارح ما فاتش حتى 2 دراهم ولا 3 دراهم في المرسى في اكادير، ما فاتش حتى 3 دراهم في المرسى. خير دليل انا رميت الفيديو البارح، هضرت مع بحار قلت ليه علاش الحوت، قال لك حنا تيخرج ب 3 دراهم. واش نسولوا المهنيين او البحار؟ من هو الادرى؟ البحار هو اللي ادرى بالوفره السمكيه، حيت بعض المرات تتكون الوفره كثيره ما تندريوش بها، حنا تنجيو تنشريو السناط، هو راه تيدري بالوفره وتيدري بالتجاره وتيدري حيت هو عنده واحد الطريفه ديالو في السرجير، راه الا تباع ب 3 دراهم راه غادي يعرف بلا تباع ب 3 دراهم، ولا تباع ب 5 دراهم غادي يعرف بلا تباع ب 5 دراهم. شكرا وعاش الملك، عاش الملك، وشكرا للناس اكادير وشكرا ومرحبا بهم. ونهار غادي نحل راه غادي نشلخ مع الناس.